السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم نوجد معكم خبز تورتيلا او خبز تاكوس بعجينه بمقاديرها بسيطه ودغيا كتوجد، ما فيهاش لا عذاب ولا والو. وبالنسبه للخبز ديال التورتيلا ناجح 100%. هانتوما كيفاش كنجمعو كيرجع، يعني ما كيتكسر ما والو. ندوزو للطريقه والمقادير. حاجتنا في 400 غرام ديال الدقيق الابيض مغربل، وعندنا ساشيه ديال وزن 8 غرام خماره، ومعلقه صغيره ديال سكر سنيده، وربع كاس ديال زيت المائده، 2 معالق ديال حليب غبره حليب نيدو، وقليل من الملح. ما نكثرش الملح حيت الحشوه ديال اللي غنديرو ديال الشاورما او ديال الطاكوس كتكون فيها الملح. صافي كنبسو هاد الدقيق كله بهداك 4 كاس ديال الزيت حتى كتشرب الحبيبات ديال الدقيق كله كيتشرب الزيت. صافي كنعجنوه. بعد ما كنعجنوه كناخذو ندلكوه شويه ما تكونش العجينه قاصحه وما تكونش جاريه، عاديه، باش ملي نكونوا نطلقوه بالمطلق ما كيبقاش يتلصق لينا في المطلق ويعذبنا. صافي بعد ما عجنته شويه غنغطيه بلاستيك ونخليه يرتاح. بعد ما ارتاحت لينا العجينه غنقطعهم قطع، كل قطعه درت فيها 70 غرام. اللي بغى يدير فيها 80 غرام ديال خبيزات كبار يديرهم. صافي كنستعنوا بالدقيق وكنبقاو نطلقوه. انا طلقتهم في الاول كلهم هما هادو، وحده حطيت على وحده ما كيتلصقوش. صافي عاد كنبدا نهز وحده وكنبدا نطلقها. اللي طلقتها كنحطها في المقله كنطيبها. بالنسبه للمقله اللي غنطيبوا فيها، المقله الخفيفه ماشي المقله ديك الثقيله، باش دغيا كطيب لينا هاد الخبز ديال الطاكوس. كنبغيو نطيبوه كنفضوه من الدقيق، كنحيدو منه الدقيق اللي عالق فيه، عاد كنحطوها في المقله. هي بعد ما كطيب كتبقى دير هذوك الفقاعات، كنقلبوها باش ما تنفخش لينا الخبزه، واللي بغاها تنفخ يخليها. صافي كنمسحوها من الدقيق وكنردوها ثاني تطيب. كنشوفوا دات ديك الفقاعات كنقلبوها. وبالنسبه للحليب، اللي بغى يعجن بالحليب السائل يعجن بالحليب السائل، ما يديرش حليب غبره. ما الحليب راه كيعطيها واحد الطراوه، ما تيخليش هاد الخبز يتجبد لا والو. جربوه وكتبوا لي في الكومونتير، يعني الا بغيتو نصايبوا لكم بالشاورما او اي حاجه نصايبوا لكم. دخلوا القناه وديروا اشتراك، ديروا لايك، بارطاجوا الفيديو بين الاصدقاء. الى اللقاء وصفه جديده ويوم جديد. مع السلامه، في امان الله.